يا صباح الورد، يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد. يا رب يجعل يومكم كله خير وبركة وصحة ورزق وسعادة يا رب العالمين. النهارده يا رب كده الفيديو يعجبكم. روتين كله في المطبخ وروتين خفيف كده في الشقة، لان انا يعني ما صورتش فيديو امبارح بصراحة، كنت تعبانة وما قدرتش ان انا اصور. فقلت النهارده بقى لازم اظبط البيت واشارك معاكم كل حاجة كده مع بعض. بص، اول حاجه دخلت عليها المطبخ لان انا فعلا المطبخ عندي كان عايز يتظبط ويتروق ويتنضف كمان، وانا ما قدرتش والله ان انا اعمل حاجه امبارح، لان اول امبارح انا كنت منزله لكم اخر فيديو، فانا كنت تعبانه وتعبت بالليل وكده، والحمد لله يا رب. ربنا يدينا الصحه والعافيه يا رب، ويقوينا على بيوتنا وولادنا يا رب العالمين. فجيت بقى ولادي بصراحة لما انا تعبت هم روقوا الدنيا كده وظبطوا وغسلوا المواعين. بس طبعا غسيل المواعين مش زي ما انا بغسل، فانا بوريكم، فقلت لا انا هظبط الدنيا كده واعيد تاني غسيل المواعين وكده. اول حاجة بقى سبت كل حاجة كده وسبت المطبخ وسبت كل حاجة في الشقة. قلت لا لازم اعمل بقى فنجان قهوة الاول واظبط دماغي كده، وبعد كده بقى اشوف انا هبدأ منين. بس النهارده يعني انا بدأت من المطبخ، ما بدأتش من الشقة بصراحة من بره. قلت اهم حاجة المطبخ، لو انا قدرت اكمل بره هكمل، ما قدرتش قلت خلاص بقى يعني ايه. آه يبقى كفاية النهاردة المطبخ وكده مع الاكل يعني وكده. لان انا مجهدة جدا وتعبانة، فمش هقدر ان انا اضغط على نفسي بصراحة. بس كده عايزة اقول لكم ان انا امبارح كمان نزلت رحت شبرا وعديت على الشقة هناك. رحت جبت السكينة دي من هناك، كنت انا محتاجاها، فروحت جبتها من هناك، وكان عندي زيت الزيتون ده هناك، فقلت خلاص بقى يعني انا هجيبه، لان انا مش بروح يعني كل شوية، فقلت اجيبه لان اللي عندي كمان خلص عبل ما ان شاء الله، وانا مسافرة هجيب بقى من هناك زيت زيتون. انا بجيبه من هناك من الساحل. الزيت هناك تحفة جدا يا بنات. عايزه اقول لكم بقى ان انا عديت على العطار هناك اللي انا بتعامل معاه، رحت جبت منه رز. الرز بتاعه دوت تحفة جدا، الدمياطي. فهنا الدمياطي بيبيعوه بالشكار في اسواق الخير، لكن ما مش بيبيعوه سايب. لكن عند العطار اللي انا بتعامل معاه بصراحة بيبيعوه سايب، فبروح اجيب منه. السعر بتاع الرز كان 32 جنيه. وجبت كمان منه فشار، وجبت منه فنكوش، وجبت منه نشا وخل وبن شاهين، عشان هنا مفيش بن شاهين مش بلاقي بصراحة. وجبت شاي، وجبت الكابوتشي دوت من شارع شبرا. وكمان جبنا باكيتة مكرونة. ف قلت يعني اجيب شوية حاجات ادام انا جنب البيت وجنب العطار، قلت اجيب منه بقى شوية حاجات وكده. جبت بقى منه الحاجة وحطيتها مكانها، وبعد كده بقى دخلت على المواعين. قلت بقى اظبط كل حاجة كده وارجع كل حاجة مكانها. عايزة اقول لكم يا بنات ان انا مش بخصص يوم للتنظيف للعميق، او يوم يعني ان انا اعمل فيه حاجة او كده. بصراحة انا يعني لما بلاقي الحاجة خلاص مش نظيفة وعايزة تتنضف، على طول بعملها، يعني مش بستنى ان انا اقول لا الاسبوع الجاي طب انا هنضف، لا اللي خلاص انا بعد بكرة اصلا انا هنضف، اصلا انا مش عارف ايه. لا خالص، يعني انا مش بعمل كده بصراحة. انا لما بلاقي عندي مثلا، يعني انا دلوقتي مثلا حاسة ان سجادة المطبخ خلاص انا حاسة ان عايزة تتغسل، فالنهاردة قلت بقى هشيل سجادة المطبخ وكده عشان اغسلها. وكمان انا غاسله الحافظه اللي هي كنت بحطها في البلكونه، هفرشها كمان في المطبخ مؤقتا قبل ما اغسل سجاده المطبخ وكده. ف... فعندي برضو ان انا مثلا التلاجة خلاص حاسه ان التلاجة مثلا عايزه تتغسل او كده او تتنضف، فبفضي اللي فيها وانضفها. مش ببقى عامله بقى يعني يوم معين للتنظيف، او يوم مثلا ان انا الاسبوع ده انا كل يوم مثلا كذا في الاسبوع فانا هشيل المطبخ وهنضف وهقلب وهعمل. لا انا بصراحة بحب ايدي تكون في الحاجة. الحاجة لما بتتوسخ اول باول كده على طول ننضفها ونغسلها ونلمعها، بترجع الحاجة نظيفة. حتى لما تيجي تنضفي المطبخ ما بيبقاش متراكم عليكي حاجات كتير.
بتكوني بقى مخلصة كل اللي وراكي. تيجي بقى مثلا لو كل يوم ما خدتي جزء من المطبخ وانتي بتغسلي المواعين، يعني مثلا يوم الضلفة دي، يوم الضلفة دي، يوم الضلفة بتاعت الكوبايات والاطباق، يوم الضلفة بتاعت مثلا المواعين، الحلل وكده، هتلاقي نفسك المطبخ دايما رايق، المطبخ دايما نظيف. يعني انا ممكن مثلا زي طقم القهوة دوت مثلا، اللي هو طقم الكنك بتاع القهوة، عشان حطها على الرخامة فدايما ممكن يجي عليه غبار او حاجة، فانا اروح مثلا واخداه غسله مع المواعين. مش بمسحه او كده مثلا، لا اخده اغسله مع المواعين او مش هيخسر حاجه. عايزه اقول لكم بقى ان المواعين دي كان ولادي غسلينها لما انا كنت تعبانه، وسابوها كده على جنب تتصفى، فانا طبعا ايه، هما برضو على قدهم عشان هما لسه صغيرين وكده، فكتر خيرهم يعني، كانوا حاسين بيا ان انا خلاص تعبانه ومش قادره ان انا اعمل حاجه، فقاموا بقى ايه، جزء روق الصاله وكده وشغل المكنسه، وجزء دخل على المطبخ، ربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم. بس كده هخلص بقى المواعين. لو كانوا بقى شافوني وانا بغسل تاني المواعين وراهم، كانوا هيزعلوا مني وكده، وهيقولوا خلاص بقى يا ماما ما عدناش نعمل حاجة تاني عشان انتي مش بيعجبك العمايل وكده. فبصراحة برضو بخاف عليهم، وفي نفس الوقت مش برضى ان انا ازعلهم، وبسيبهم يعملوا برضو عشان يبقوا معتمدين يعني على نفسهم وكده. كانت القارورة كمان فضيت بتاعة المبرد، فقلت خلاص اخدها بقى ان انا اغسلها واملاها. عقبال ما ربنا يسهل برضو عايزين نغيرها خلاص يا بنات، يعني احنا مليناها كذا مرة، فعايزة اوديها السوبر ماركت واجيب مكانها واحدة جديدة يعني وكده. زي ما قلت لكم ان احنا بنسلم الفاضية وبندفع 100 جنيه او 95 جنيه، وبنجيب واحدة جديدة مليانة. النهاردة الفيديو طويل عليكم يا بنات شوية، بس استحملوني، بس كله طاقة إيجابية كده ونشاط، وهتقومي بقى تتحمسي معايا وتتنشطي كده معايا، وتقومي ايه، تروقي بقى المطبخ وتظبطي دنيتك وتمسكي جزء جزء كده. زي ما قلت لكم كده، لو كل يوم مسكنا جزء جزء كده مع المواعين والأكل، هتلاقي على طول المطبخ رايق والمطبخ نضيف. يعني يوم كده تفضي علب التوابل وانتي بتغسلي المواعين وبتعملي الأكل، اغسليها ورجعها تاني مكانها. يوم مثلا الرف بتاع الكوبايات كده، هتلاقي نفسك بقى خلصتي. المطبخ دايما رايق، مفيش حاجة دايما تبقى وسخة او ملحوسة او كده من مطرح مسكتنا احنا المواعين يعني واحنا بنطبخ او كده يعني، فهتلاقي الدنيا رايقة دايما. انا عندي اساسي بقى مع المواعين، انا اساسي ان انا بعمل البوتاجاز. يعني كل يوم انا ممكن اعمل البوتاجاز ده مرتين في اليوم او ثلاثة. ممكن اكون بطبخ او حاجة واشيل الحلل من على البوتاجاز عشان امسح جزء جزء من البوتاجاز واخليه دايما نضيف. انا راحتي النفسية بجد بجد يا بنات لما الاقي بيتي نضيف ومطبخي نضيف وحاجتي بتلمع، بحس ان الدنيا خلاص، انا نفسيتي كده مرتاحة. طول ما البيت مش نضيف، يعني انا لما تعبت وكده البيت حاسه مش نضيف، المطبخ مش نضيف، زي ما احنا شوفنا كده، سبت كل حاجه زي ما هي عشان بجد ما كنتش قادره. ف كنت حاسه بقى ان خلاص انا نفسيتي تعبانه، انا هرتاح وهخف لما الاقي الدنيا كده اتظبطت حواليا ورجعت كل حاجه مكانها، والدنيا بقت نضيفه حواليا وكده. هنا بقى خلاص بقى كنت غسلت الحديد بتاع البوتاجاز، وكمان غسلت العيون بتاعته وكده، وسبتها بقى نسيبها خالص تتصفى. لازم يا بنات تسيبوها تتصفى خالص عشان ما تعملش، ما تصديش العيون السوداء دي، ممكن تصدي من تحت. وبعد ما تتصفى كمان يعني نشفيها، نشفيها بالفوطة قبل ما تحطيها، عشان بتعمل زي قشر كده وصدى، فبتدوب بسرعة. بس كده. هنا بقى كنت خلصت بقى البوتاجاز، وكمان هعمل الفرن وهعمل الازاز من بره. عايزه اقول لكم يا بنات ان انا في حاجات كتير يعني مش بقدر ان انا اصورها معاكم وانا بنظف المطبخ، زي مثلا موضوع الحيطان عشان انا بقف على السلم وكده، فمش هعرف ان انا اصور يعني وكده. ومثلا فوق المطبخ لما بقف اعمله، يعني انا دايما يعني الاماكن دي دايما اقف اعملها زي التنظيف ده، انه وقفت برضو عملت الحيطان وعملت فوق المطبخ وكده. بس مش هقدر ان انا اصور كل حاجة بالتفاصيل، يعني انا بحب اشارك معاكم وناخد من بعض افكار، يعني اديكوا فكرة وتاخدوا، يعني اديكوا فكرة وكمان انتوا تقولوا لي افكار كمان اعملها. آه، فيعني احنا بنستفاد من بعض. بس كده، ففي حاجات كتير زي ما قلت لكم انا مش بقدر ان انا اصورها.
رغم ان انا والله يعني انا بحب ان انا اشارك معاكم كل حاجة، بس بيبقى غصب عني وكده. هنا بقى كنت خلاص بقى يعني خلصت المطبخ وعملت الجناب بتاعته كمان، وهعمل الازاز عملت الفرن، وهعمل الازاز كمان بلمعه بالجلانس يا بنات. الجلانس اللي هو بتاع الازاز ده، بتاع اللي انا بلمع بيه الترابيزات بره، بلمع بيه الازاز بتاع البوتاجاز. كنت خلصت بقى البوتاجاز وخلصت المواعين، ندخل بقى على القسم بتاع الرخامة، وكمان كل حاجة عليها هنمسحها وننضفها كده ونشيلها من مكانها، عشان عايزين نغسل بقى الرخامة وننضفها. رغم ان كل يوم والله يا بنات انا بمسح الرخام ده وبشيل الحاجات ديت كده وبنضفها، بنضف وراها وانضف تحتيها كده. بس النهاردة قلت بقى ايه، يعني اشارك معاكم غسيل الرخام وكده. كان في حد بيسألني على الرخام، يعني الرخام حلو معاكي ولا لأ، ويعني تنصحيني بيه ولا لأ. الجرانيت الاسود ده يا بنات تحفة جدا 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 والله، ما شاء الله يعني. هي كمان في اللمعة بتاعته دي نحاسي، اللون النحاسي كده، الذهبي بتاعها يعني اللمعة دي الذهبي في منه، اللمعة بتاعتها بتبقى فضي. فانا بصراحة حسيت ديت اشيك واحلى لايقة يعني كمان مع المطبخ والسيراميك وكده. عايزة اقول لكم ان ده سيراميك الاسكان انا مغيرتوش خالص يا بنات، ولا سيراميك الارض. بصراحة حلو يعني، هو حلو ولونه حلو، نحمد ربنا والله. في شقق كتير السيراميك بتاعها مش حلو. يعني انا رحت قبل كده يعني شفت آه، شقة حد يعني وكده، والسيراميك هناك بصراحة ما عجبنيش. ف... فنحمد ربنا ان السيراميك بتاعنا طلع حلو الحمد لله. كنت خلصت بقى الرخامة وندخل بقى على رخامة الحوض. اول حاجة نغسل بقى الصفاية دي وننضفها. عايزة اقول لكم يا بنات ان الصفاية دي كانت عندي اصلا، يعني انا كنت جايباها وكانت مركونة عندي في الشقة التانية. انا عندي واحدة تانية على الحوض هناك، فجبت دي حطيتها هنا. بس انا عايزة بفكر ان انا اجيب واحدة يعني اللي هي بدورين دي. اللي جربها كده يقول لي يعني ايه رأيكم فيها، يعني حلوة ولا كده، اجيبها ولا لا. عشان برضو نفس يعني اللي عندي في الشقة التانية زي دي كده، بس اكبر من دي شوية. الرخام بتاعي بتاع في الشقة التانية، رخامة الحوض، كنت عاملاها اللي هو برضو الجلاكسي اللي زي كده بس اللون البني. وكانت الرخامة بتاعة المطبخ عادية. قولوا لي يا بنات، حابين تشوفوا الشقة التانية؟ يعني انزل لكم فيديو ليها الشقة التانية ولا لأ؟ قبل ما كنت اعزل وكده، لان انا زي ما قلت لكم كان عندي قناة قبل دي، وكنت بصور برضو هناك، وكنت بعمل برضو فيديوهات في المطبخ وكده. بس ما فيش نصيب ان انا اكمل في القناة التانية، فاسست دي ان شاء الله وتكبر بيكو. انتوا يعني اغلى اخوات واحلى اخوات في الدنيا والله، ربنا يا رب يبارك لكم. وكلامكم الجميل اللي بيوصلني ودعواتكم الحلوة وتشجيعكم ليا ده بيخليني اتحمس واتشجع اكتر، وكل يوم ابقى عايزة اصور لكم فيديو والله. يا رب كده يجعل كلامكم الحلو ده في ميزان حسناتكم ويجازيكم خير يا رب على كلامكم الجميل اللي انتوا بتكتبوه. وهنا بقى كنت خلصت. عايزه اقول لكم اني انا عامله فرش كده اللي هي زي بتاعه الاسنان دي، عاملاها للاماكن اللي هي بتبقى ضيقه او كده، او اللي انا مش بعرف اغسلها، فالفرشه بتعرف تجيب الاماكن اللي زي دي. والاعداد دي انا بحب اغسلها وانضفها. بس بصراحة الحاج صاحب البيت هو اللي بيعمل معايا الموضوع ده، يعني بيرفع لي الغسالة، بيرفع لي البوتاجاز، ممكن ينزل لي البوتاجاز من مكانه واخد القعدة اغسلها. ف... فبس ربنا يدينا الصحة يا رب، هو مكانش بقى موجود، فانا اضطريت ان انا اعمل على قدي وكده، على قد معرفتي يعني وكده. فالحمد لله كنت هنا بقى خلصت المطبخ وخليته زي القشطة كده وزي الفل، ورجعت كل حاجة مكانها. هنا بقى كانت خلاص بقى انا نفسيتي ارتاحت وعصبي هديت لما شفت المطبخ بالمنظر ده. وكمان حطيت الحافظة اللي هي بتاعت البلكونة. خلصت بقى المطبخ والحمد لله، ورحت طالعة بقى لقيت نفسي الحمد لله قعدت شوية وارتحت شوية. قلت لا ما بديهاش بقى لما اقوم اخد بقى البلكونة والصالة معايا النهاردة، وكمان غسلت الحمام. بس كده وكملت الأكل. وكالعادة بقى بنمسح السور الحديد وبنمسح السيراميك بتاع السور ده.
خلاص إحنا اتعودنا مع بعض، ده الأساسي بتاعنا إن إحنا كل لمّا نيجي نعمل البلكونة لازم نعملها، حتى والله من غير تصوير من غير حاجة، إن أنا ممكن أدخل البلكونة كده حتى ما أكونش أصوّر معاكم مثلًا الروتين أو حاجة، أروح واخدة الفوطة وأروح ماسحة كده السور الحديد وماسحة الحبال وماسحة السور السيراميك ده عشان ما يتراكمش عليه التراب. النهارده بقى غيّرت أكل العصافير ورُحت حاطة لهم لسان عصفور، وحطيت لهم بقى المَيّة، ما رضيتش بقى أحط لهم رز، قُلت خلاص بقى تلاقيهم زهقوا من الرز أغيّر لهم بقى وأحط لهم لسان عصفور. ما شاء الله يعني أحط الأكل من هنا والله بيخلص من هنا، ربنا يا رب يبعت لهم رزقهم يا رب، ويعني الأكل ده للعصافير ده رزق والله وبيروح لهم، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا يا رب، ويجازينا عنهم خير يا رب العالمين. كنت بقى شغّلت المكنسة خلاص، وقُلت آخُد معاكم مقطع كده إني باكنس المكنسة. عايزة أقول لكم إن أنا ما باحبش بصراحة أكنس بالمقاشة يا بنات، باحس لأ، يعني المكنسة بتشفط أكتر، بتشفط وبتنضّف أكتر السجاد، السيراميك، أنا باحب كده بصراحة، باحب أغسل أكنس كل حاجة بالمكنسة الكهربائية. هنا بقى باورّيكم إن أنا لقطات كده لقطات إن أنا ضبّطت الكنبة الصغيّرة، وضبّطت كمان الأنتريه، وهنمسح بقى الترابيزة ونلمّعها والترابيزات كده، ونشغّل المكنسة ونرجّع كل حاجة زي ما هي، نلِم بس التراب ونرتّب كل حاجة. عارفين يا بنات أنا باحب أشارك معاكم كل حاجة، عشان أدّيكم تشجيع وأدّيكم طاقة إيجابية، إن حتى مهما إن أنتِ تقعدي وترتاحي ويعني وتريّحي أعصابِك شوية وتشوفي نَفْسِك شوية، برضه إحنا بنرجع للبيت وبنرجع للتنضيف وبنرجع لكل حاجة، إحنا ما بنقدرش يعني نسيب بيوتنا من غير ما تكون مترتبة أو نضيفة أو كده. لإن راحتنا النفسية هي في بيتنا، يا رب ما يحرمش حد من بيته أبدًا يا رب العالمين، ويدينا الصحة كده ونعمل كده في بيوتنا دايمًا. آآ، فبرضه مهمًا كان برضه ما تنسيش نفسِك، شوفي نفسِك شوية، اصحي من النوم كده، اشربي فنجان القهوة اللي أنتِ بتحبيه أو كوباية الشاي اللي أنتِ بتحبيها، وافطري وصلّي واقري القرآن وادعي ربنا، هتلاقي نفسيتِك كده هديت واتشجعتِ وقُمتِ عملتِ كل حاجة كده. وأهم حاجة الصحة يا بنات، يعني انتبهوا لصحتكم جدًا، لإن أنا اليوم ده والله اللي هو قبل الفيديو ده وقفت كتير، وحاسة إن أنا بقيت مرهقة لدرجة أعصابي خلاص بقت تعبانة، ومش قادرة إن أنا حتى أكمّل اليوم. فربنا يعلم إن أنا لمّا كمّلت تصوير كمّلت وكانت أعصابي تعبانة جدًا، جدًا، جدًا. فبرضه لازم يعني نراعي صحتنا شوية ونراعي نفسنا شوية. هنا بقى كنت خلّصت بقى البلكونة ورجّعت كل حاجة مكانها. آآ الجو كان جميل جدًا النهارده يا بنات، كان نفسي أنزل أقعد في الجنينة شوية، بس يعني خلّصت بصراحة متأخّر، يعني خلّصت عقبال ما خلّصت الشقة، وكمان بعد ما خلّصت الصالة كده والمطبخ دخلت غسلت الحمام. قُلت بقى بصراحة يعني كان فاضل ال3 أوَض بتوع يعني الأوضتين بتوع الولاد وأوضة النوم، فقُلت بقى بكرة إن شاء الله، بكرة كده أقوم الصبح الولاد عندهم امتحانات ربنا يا رب ينجّحهم، وأقوم الصبح بقى أعملهم. هنا بقى يعني عايزاكم تطوّلوا بالكم عليَّ شوية، لإن النهارده يوم البيتزا العالمي، أحلى حاجة ممكن تعمليها لولادِك في البيت بجد يعني، ما تشتريش حاجة من برّه، اعملي كل حاجة في البيت للولاد بيبقى طعمها تحفة جدًا، طعمها مختلف جدًا، أحسن بكتير من برّه. وكمان جرّبوا البيتزا بتاعتي يا بنات هتعجبكم جدًا، 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 هتعتمدوها بجد يعني. بُصّوا بقى، أول حاجة أنا جِبت هنا كيلو ونُص دقيق بصراحة، تمام، حطيت شوية ملح وقلّبته، قلّبت الدقيق مع الملح وجِبت بقى شوية مَيّة دافيين، حطيت فيهم ظرفين من الخميرة، وحطيت فيهم معلقتين من السكر. سكر على عجينة البيتزا، سكر على عجينة البيتزا، ما مش هيجرى لها أي حاجة ولا هتحسي بأي تغيير، لإن إحنا كمان حاطين ملح في الدقيق. تمام، جبت بقى علبة زبادي من الكبيرة دي اللي هي السادة دي، عايزة أقول لكم بتدّي طراوة للعجينة، وبتدّي طعم للعجينة، تحسي إن أنتِ مش عاملة بيتزا، عاملة قُرَص، بجد والله يا بنات. هنا نسيت أحط مع الدقيق يعني معلقة ممسوحة صغيرة من البيكنج باودر على الدقيق وقلّبوها تاني.
بعد ما حطيت بقى الخميرة والسكر والزبادي، هقلبهم مع بعض. كمان هحط بضاية واحدة بس يا بنات، وهقلبها مع المكونات دي كلها، وهروح نازلة بيهم على الدقيق. هدوب الاول بالمعلقة قبل ما اعجن بايدي، هروح مقلباهم كده بالمعلقة وادوب. احنا كده كده هنحتاج مية تاني للعجن. لو عندك لبن وعايزة تضيفي لبن تمام. انا بصراحة ما كانش عندي فكملت يعني العجينة بالمية. ضفت كمان معلقتين زبدة، بتدي طعم حلو جدا جدا للعجينة يا بنات، وبتطري برضو العجينة مع الزبادي. جبت بقى مية دافية كمان ورحت اكملت بيها عجن. احنا عايزين العجينة ولا تبقى ناشفة ولا تبقى طرية قوي، يعني احنا عايزينها تبقى بتلزق حاجة بسيطة كده زي ما هنشوف العجينة مع بعض. جبت 3-4 معالق من الزيت. في ناس بتحط زيت بس على عجينة البيتزا، عادي ممكن تحطي زيت بس لو ما عندكيش يعني زبدة او حاجة عادي حطي زيت بس. كده بص العجينة بتلزق معايا حاجة بسيطة، بس الملمس بتاعها كان حلو جدا وطرية وجميلة، وريحتها والله من قبل ما اعجنها من قبل ما اسويها كان ريحتها تحفة. هسيبها بقى تخمر. عبال ما تخمر هنشوف بقى. انا هحشيها، هعمل الحشوة النهاردة بالجبنة، وهعمل بالميكس الجبن يعني، وهعمل بالفراخ. جبت صدور فراخ ورحت مقطعها مكعبات. جبت بصلتين الاول قطعتهم في الكبة وحطيتهم على النار. بعد ما دبلوا معانا نزلنا بالفراخ. هحط هنا بس بهارات فراخ وفلفل اسود وملح، مش هحط حاجة تاني معاهم. هقلبهم بقى. في الاخر هنحط نص معلقة صغيرة بابريكا بس عشان تغير معانا اللون، لون البصل بالفراخ كده، تدي يعني تديها لون حلو بس، لكن هي مش على طعم ولا اي حاجة، هي بس تغير اللون. هقلبها بقى تقلبتين كده على نار عالية، وكمان هغطيها واسيبها بقى ايه لغاية ما تستوي معانا. احنا كل حاجة هنا مستوية. جبت بقى معلقتين توم، معلقة توم واحدة وفصين يعني توم افرميهم، ومعلقتين 3 زيت كده في حلة. وبعد كده لما ياخدوا اللون الاصفر الحلو ده هننزل بالطماطم اللي احنا عصرناها. لو عندك طماطم جاهزة تمام حطي. حطيت بقى ملح وفلفل اسود فقط لا غير. في ناس بتحب تحط زعتر، اللي بيحب الزعتر للعجينة تمام. انا ما بحبش بصراحة احط زعتر للبيتزا. بس. وحطيت معلقتين صلصة عشان الطماطم بتاعتنا ما كانتش حمرا قوي يعني. وسبتها بقى على النار والفراخ على النار قبل بقى ما تستوي الفراخ والطماطم. الصلصة بتاعت البيتزا دي تتسبك وتبقى حلوة. هقطع بقى شوية الفلفل دول. جبت كده كان عندي حباية حمراء وحباية صفراء، وجبت شوية فلفل اخضر حامي كده عشان احنا بنحب البيتزا تبقى مشطشطة كده يا بنات. مفيش اخضر حامي حط شوية شطة للناس اللي بتحب الحاجة مشطشطة يعني. وكمان قطعت شوية فلفل رومي كده ايه اخضر. هنا كنت جهزت بقى كل حاجة خلاص. الفراخ استوت، الصلصة جهزت، الجبنة انا عاملة جبنة موتزاريلا وجبنة شيدر كده على بعض، وقطعت الفلفل وجهزت كل حاجة. بص العجينة ما شاء الله يا بنات طلعت تحفة جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم ان انا عايزة اجرب العجينة دي اعملها زي قرص، او اعملها زي الكايزر كده للولاد، حتى احشيها لهم حشوة واعملها لهم كده من جوه. بفكر ان انا يعني اعمل لهم برجر. عندي الولاد بتحب قوي برجر الفراخ اكتر من اللحم. هبقى اعمله ان شاء الله معاكم. عايزه اجرب بقى العجينه دي في البرجر بتاع الفراخ مع الجبنه الشيدر كده، واحشيها يعني من جوه واحطها في الفرن، وهنشوفها مع بعض ان شاء الله. لازم اجرب الوصفه دي وهنشوفها مع بعض باذن الله. هنا بقى هبتدي اقرص بقى العجين كده على قد ما انا ايه يعني هعمل، وبعد كده اغطي العجينه تاني عشان العجينه ما تنشفش معايا. عايزه اقول لكم يا بنات اني انا بحب العجين جدا، بحب ريحه العجين جدا في البيت، ريحه الخبيز. تحسي كده المخبوزات لما بتعمليها في البيت بتخلي البيت ريحته حلوة، تحسي فيه بركة. وعايزة اقول لكم اصلا ان انا يعني احنا واخدين على الخبيز واخدين على العيش، لان احنا عند ماما يعني لحد دلوقتي ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك لنا في عمرها. لسه لحد دلوقتي ماما بتعجن وبنخبز في البيت، ما بنشتريش عيش من بره، لان احنا مش زي القاهرة.
القاهرة بياخدوا التموين بتاع المدعم يعني عيش، احنا هناك بناخده دقيق، فبناخده دقيق. فاحنا معتمدين بصراحة العجين عندنا، وبنعجن لحد دلوقتي. ان شاء الله لما اروح عند ماما هشارك معاكم هناك بقى العجين والخبيز، ونعمل فيديوهات حلوة كتير هناك ان شاء الله. الفيديوهات هناك هتعجبكم جدا يا بنات، والاجواء هناك هتعجبكم جدا جدا جدا. وهوريكم كمان الساحل ان شاء الله في فيديو كده ان شاء الله، والرحلة هتشاركوا معايا الرحلة بإذن الله. جبت بقى العجينة، وكمان هبتدي بقى افردها. عايزة اقول لكم ان انا بفردها من النص واسيبها من على الاطراف تكون سميكة شوية عشان ما تنشفش مننا في الفرن. جبت بقى الصاج بتاع الفرن ده الصاجون ده انا مخليها للخبيز بس يا بنات، اللي مثلا لو في كحك قراقيش قرص مش عارفه ايه عيش كده، انا دي مخليه مخصصاها يعني للخبيز في الفرن. جبت بقى الشوكه بتاعتنا ورحت عامله كده ايه، مغرزاها كده بالشوكه وعشان يعني تستوي كويس. جبت بقى الصلصه، بصوا الصلصه وجمالها بتاعت البيتزا تحفه جدا 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 يا بنات. عايزه اقول لكم ان الولاد جنبي يعني مش صابرين ان انا اخلص، هيقول لهم اطلعوا بره. لا احنا معاك يا ماما لحد ما تخلصي. يوم البيتزا ده بيبقى يوم عالمي بالنسبه لهم. ف فاليوم النهارده كان طويل جدا يا بنات، يعني البيت والتنظيف وكده، وكمان البيتزا كلنا عارفين ان بتاخد مننا وقت. حطيت بقى الصلصه وابتدي بقى احط الفراخ. قولوا لي يا بنات رايكم ايه، انتوا معايا ولا ضد البيتزا بتاعت البيت ولا البيتزا اللي بتشتروها من بره؟ انا بصراحه يعني انا ادي البيتزا بتاعت البيت 100 من 100. البيتزا بتاعت بره دي انا يمكن كلتها مرتين، بأمانة ما عجبتنيش خالص. يعني تحسي اصلا يعني العجينة بتاعتها، والله لو بتعملي عيش بالمية والملح كده هيبقى له طعم اكتر من العجينة بتاعت بره دي. يعني انا جربتها يعني كان في مكان آه كويس برضو والله، وبس بأمانة ما عجبتنيش العجينة بتاعتها، ما عجبتنيش خالص. حطيت بقى هنا ايه جزء من الفراخ اللي احنا عملناها، وهحط شوية فلفل من تحت كده، وهحط الجبنة بقى من فوق. عندي الجبنة دي كان عندي جبنة شيدر كنت جايباها من كارفور يا بنات. حلوة نوعا ما، يعني مش بتسيح قوي، ولا انا عشان انا مش عارفة كنت حطها في الفريزر ولما بحتاج منها بطلع، لان كنت جايبة اللي هو القالب الكبير ده، فكنت بحطه في الفريزر لما بنحتاج يعني منها للبيتزا او للسمبوسك او كده، بطلع بقى يعني اخد منها جزء وبرجعها تاني. فكان عندي المهم قطعتها، كنت انا جايبه بقى كيس جبنه آه فريش، اسمها فريش الحريف، حلوه. النوع بتاع الموتزاريلا بتاعتها حلو. بس كده، ودي الجبنه اللي كانت موجوده عندي. فحطيت بقى الجبنه كده من فوق، وحطيت كمان زوقت كده الوش كده بكام قطعه من الفلفل، وكمان هنحط الزيتون. في ناس كتير بتحب البيتزا بالتونه، بس انا بصراحه مش بحبها بالتونه. انا فراخ لحمه الا ميكس جبن بتكون احلى يعني، وطبعا بالجمبري يعني عشان نبقى متفقين. بس قولوا لي بتعملوا البيتزا كده زيي ولا بتعملوها ازاي؟ بس انا بامانه عايزاكم تجربوا العجينه دي هتعجبكم جدا. بصوا البيتزا وجمالها والله انضف واحلى واطعم من بتاعه بره يا بنات كتير جدا جدا جدا. يعني جربوها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم وتعتمدوها. هدخلها بقى الفرن وهنشوفها مع بعض لما تستوي باذن الله. هنا البيتزا بقى وجمالها كانت طلعت من الفرن وكانت تحفه جدا جدا جدا. لو اقول لكم العجينه بتاعتها طعمها رائع جدا جدا جدا. البيتزا نفسها حلوة، السوا بتاعها جميل، الطعم تحفة،
وكانت جميلة جدا جدا جدا. ولاد مش صابرين حتى ان انا اصور، يلا يا ماما عايزين البيتزا، قلت له اخد بس المقطع ده وبعد كده اوديلكوا البيتزا تاكلوا بالهنا والشفا. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم وما كنش طولت عليكم، وتكونوا استفدتوا وتتشجعوا كده وتقوموا ان شاء الله تخلصوا كل اللي وراكم بإذن الله. ويا رب كده يجبركم ويسعدكم ويفرح قلوبكم يا رب العالمين. وده كان غدانا النهاردة، اللهم دمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال يا رب العالمين. واشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد مع شيماء يزيد والعبور الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.